ممكن تستغرب او ما تفهمنيش لو قلتلك ان كرة القدم قوة ناعمة. طب ازاي؟ في 2026 بيتصل رئيس امريكا برئيس الفيفا، خير يا رب اللهم اجعله خير. حرب؟ لا. اتفاقية دولية؟ لا. ازمة اقتصادية؟ برضه لا. الموضوع بكل بساطة كان كارت احمر. المهاجم الامريكي فلورين بالوجون اتطرد في مباراة الولايات المتحدة الامريكية والبوسنة والهرسك، وتبعا لقواعد الفيفا كان المفروض انه ما يلعبش الماتش اللي بعده، ولكن دونالد ترامب قال انه اتصل بجاني انفانتينو رئيس الفيفا وطلب مراجعة القرار، وبعدها الفيفا الغت قرار الايقاف للاعب وبالوجون اصبح متاح انه يلعب ماتش بلجيكا. ترامب نفسه احتفل بالقرار بعدين، وانفانتينو اكد ان ترامب اتصل بيه، ولكنه شدد على ان الهيئات القضائيه في فيفا مستقله وان القرار صدر عنها مش عنه هو شخصيا. وهنا السؤال مش هل يا ترى ترامب هو اللي لغى الكارت، السؤال الاهم ليه رئيس دوله طرف اصلا في نقاش حوالين عقوبه لاعب في كاس العالم، وليه سايب كل اشغاله بالحروب اللي داخل فيها ومحموق قوي على لاعب لمنتخبه لا يطلع من البطوله. ليه السياسيين بيحبوا الكوره؟ ليه رؤساء الدول بيحضروا النهائيات؟ طب ليه الدول بتتنافس على استضافة كأس العالم أصلا؟ وليه كمان دولة مستعدة تصرف مليارات عشان تستضيف شهر واحد بس من ماتشات الكورة؟ إجابة كل ده تكمن في نظرة السياسيين ورؤساء الدول لكرة القدم على إنها قوة ناعمة أو سوفت باور. والقوة الناعمة ببساطة إنك تقدر تأثر في الناس من غير ما تجبرهم على حاجة تخليهم يحبوا صورتك، او حتى يهتموا بيك ويتكلموا عنك ويربطوا اسمك بحاجات انت عايز العالم يربطك بيها. عشان اوضح لك اكتر خلينا نرجع 4 سنين لورا، تحديدا في قطر. تخيل معايا انك رئيس دولة صغيرة وعدد سكانها محدود، لكن عندها ثروة ضخمة من الغاز الطبيعي. المشكلة ان الفلوس لوحدها مش بتخلي العالم يعرفك، والاهم انها مش بالضرورة بتخلي العالم يحبك او يهتم بيك. فانت يا اسطى قدام سؤال صعب، ازاي دولة بالحجم ده تقدر يكون ليها وزن اكبر بكتير من حجمها؟ وهنا قطر بدأت تلعب لعبة مختلفة، بدل ما تحاول تبقى اكبر قررت تبقى اكتر حضورا. فهتعمل ايه يا ترى؟ بدأت تستثمر في الرياضة، تستضيف بطولات عالمية، تدخل في كرة القدم الأوروبية، وتبني نفسها صورة كدولة حديثة ومنفتحة على العالم. وبعدين في 2010 حصلت اللحظة اللي غيرت كل حاجة، قطر فازت بأحقية استضافة كأس العالم 2022 لأول مرة. ومن اللحظة دي قطر ما بقتش بتبني ملاعب بس، هي كانت بتبني مسرح. تخيل كده معايا، لمدة شهر كامل مفيش تقريبا شاشة رياضية في العالم مش هتجيب اسم قطر، مفيش جمهور مش هيشوف الدوحة، الملاعب، المترو، الفنادق، الشوارع والمطارات. حوالي مليون زائر وصلوا قطر خلال البطولة، وصندوق النقد قال بوضوح ان كاس العالم خلى قطر تكتسب فيزيبيليتي عالمية، وان البنية التحتية والصورة العالمية اللي خلقتها البطولة ممكن يتم استغلالها بعد كده في السياحة وتنويع الاقتصاد. وهنا بالظبط انت بتبتدي تفهم اللعبة. قطر ما كانتش بتدفع كل الفلوس دي عشان تكسب من تذاكر الماتشات، هي كانت بتشتري حاجات أصعب بكتير من الفلوس، الانتباه. لأنك لما تكون دولة صغيرة ممكن تكون غني جدا، لكن العالم ببساطة ما يهتمش بيك غير لما تستضيف كأس العالم. فأنت بتجبر العالم كله إنه يبص عليك، وبعد ما بيبص عليك تبدأ أنت تحكي قصتك بالطريقة اللي أنت عايزها. وده هو جوهر السوفت باور، انك ما تجبرش الناس على الاستماع ليك، لكن تخليهم عايزين يسمعوك. وده مش مجرد تفسير من عندنا، دراسات اكاديميه عن استراتيجيه قطر الرياضيه بتصف استخدامها للرياضه كاستخدام ذكي في الجذب والدبلوماسيه وبناء القوى الناعمه. والاذكى كمان ان قطر ما كانتش بتبني ملاعب وبس، ده خلت الاستعداد للبطوله جزء من مشروع اكبر بكتير، باستثمارات على مدار عقد وصلت وفق صندوق النقد الدولي لحوالي 200 مليار دولار، اللي معظمها راح لبنية تحتية عامة زي المترو والطرق والسكك الحديد، مش للملاعب نفسها. يعني قطر ما كانتش بتشتري شهر من كرة القدم، بل كانت بتستخدم الشهر ده عشان تعرض سنين من بناء دولة جديدة. ودي يمكن أهم نقطة في القصة كلها. كأس العالم انتهى في ديسمبر 2022 والناس رجعت بلادها واللعيبة رفعوا الكاس ومشيوا، لكن قطر كانت عايزة الحاجة اللي تفضل بعد كل ده، إن العالم لما يسمع اسم قطر ما يفكرش في الغاز والشرق الأوسط، لكن يفتكر دولة قدرت تستضيف أكبر حدث رياضي في كأس العالم وتحول نفسها لمدة شهر إلى مركز اهتمام الكوكب كله. وهنا نعرف ان قطر ما كانتش بتحاول تكسب كاس العالم، كانت بتحاول تكسب العالم نفسه. وقدرت تعمل سمعة طيبة جدا مقارنة بكاس عالم 2026 اللي كتر ما الناس مش راضية عنه بسبب الاحداث الغريبة اللي حصلت فيه، منها موقف امريكا مع المنتخب الايراني، لسرقة منتخب انجلترا، لعدم الرضا عن حكام البطولة. كلها أحداث ساهمت في نظر البعض لنسخة قطر على إنها النسخة الأفضل تنظيميا في تاريخ البطولة، وده برضو يدل على سوء استغلال أمريكا في تلميع صورتها من خلال استضافة حدث مهم زي ده. قطر من خلال استضافتها لكأس العالم قدرت بدل ما تقول للعالم بصوا إحنا دولة حديثة ومتطورة، هي خلت العالم يشوف ده بنفسها. إحنا دلوقتي بنتكلم عن قطر وكأنها اكتشفت اللعبة دي سنة 2022، لكن الحقيقة إن الفكرة أقدم بكتير. هرجع بيك حبة لورا 92 سنة بالظبط، بالتحديد سنة 1934.
سنة 1934 بنشهد النسخة الثانية من كأس العالم، وبعد ضغط من بينيتو موسوليني الرئيس الإيطالي والفاشي وقتها على الفيفا بتوافق إن إيطاليا هي تكون المضيف لكأس العالم. موسوليني وقتها ما كانش عايز مجرد بطولة ناجحة، هو كان محتاج دليل على إن إيطاليا الجديدة اللي هو بيبنيها أقوى من إيطاليا القديمة، وإن النظام الفاشل اللي هو بيحكم بيه مش مجرد نظام سياسي جديد، لكنه الطريق اللي هيخلي إيطاليا دولة قوية منظمة حديثة والأهم مؤثرة. وكان شايف من وجهة نظره إنه تتويج إيطاليا باللقب هيخدم القضية الفاشية وهيعلي من شأنها على حساب معتقدات سياسية تانية زي الاشتراكية على سبيل المثال. ده غير كمان إنه المنتخب اللي هيفوز هيحصل على لقب كاس الدوتشي، وده لقب مشتق من كلمة دوكس وهي كلمة قريبة من كلمة دوق، وده لقب أطلق على موسوليني في أغلب حياته. فجأة بقى عند موسوليني حدث رياضي يقدر يحوله لقصة سياسية، وده بيخلق لنا معادلة خطيرة جدا بالنسبة للنظام الاستبدادي، ألا وهي إن النجاح الرياضي بيمثل نجاح للنظام نفسه. موسوليني ما كانش محتاج يثبت إن لاعب كرة القدم الإيطالي أفضل من لاعب تاني، هو كان عايز يثبت ان ايطاليا الفاشيه افضل من النماذج السياسيه التانية اللي كانت بتتنافس معاها. وده سبب ان كاس العالم كان مهم، لاننا بنشهد تحول مجرد فكره الى مشهد. الفاشيه ممكن تكون بالنسبه للمواطن مجموعه شعارات وافكار واخطابات، لكن لما تشوف الاف الايطاليين في المدرجات والمنتخب بيلعب والعلم مرفوع والجمهور بيهتف والبلد كلها بتتكلم عن نفس الماتش واللاعبين اثناء عزف النشيد الوطني بيعملوا التحيه الفاشيه. ملحوظة على جنب، المنتخب الألماني برضو كان بيعمل التحية النازية أثناء عزف النشيد الوطني، وانت عارف انا بضحك ليه دلوقتي. مش هعرف احط صورته، مش هقدر. الفكرة السياسية بتبتدي تاخد شكل ملموس، وبعدين لو المنتخب كسب يبقى عندك النهاية المثالية للقصة. النظام اللي وعد بالقوة ظهر كسبان. الفيفا بعد ما ادت الضوء الاخضر لايطاليا عشان تستضيف كاس العالم، ابتدى موسوليني يسعى بشتى الاشكال والطرق انه يخلي المنتخب الايطالي يكسب البطولة على ارضه. فبنشوف مثلا لعيبه المنتخب الايطالي بيتلقوا تهديدات بالقتل في حاله لو خسروا الماتشات، وكمان اجبروا اللعيبه ان هم ينضموا للحزب القومي الفاشي. في عزومه غدا كان عاملها موسوليني للعيبه كان غرضها تعزيز الصداقه، كانت رسالته ليهم واضحه، اما الفوز او الصمت التام، وعمل لهم حركه الاندرتيكر بتاعت قبل الفينش دي. ده غير كمان انه قبل ايام من انطلاق البطوله بنشهد اجتماع موسوليني مع مدرب المنتخب الايطالي وقتها فيتوريو بوتسو. موسوليني وقتها اداله تحذير مغزاه: انت المسؤول الوحيد عن النجاح، لكن ليكن الرب في عونك إذا انتهى الأمر بفشلك. بنشوف برضه في إحدى طرقه عشان يعزز من أجنداته السياسية تغيير أسماء الملاعب، عشان نشهد وقتها تحول ملعب روما اللي معروف النهاردة باسم ملعب الأولمبيكو إلى ملعب الحزب الوطني الفاشي. موسوليني حرفيا عمل كل حاجة حرام عشان يوصل لمسعاه في الآخر. وبنشوف حكايات كتيرة غريبة في كأس العالم ده بالأخص، ومنهم إيطاليا في كأس عالم 34 هي الدولة الوحيدة اللي اضطرت إنها تخوض تصفيات عشان تشارك في كأس العالم اللي المفروض هي اللي مسؤولة عن تنظيمه. هو المفروض في عرف النهاردة المنتخب المنظم للبطولة بيتأهل للبطولة على طول من غير ما يلعب تصفيات، بس بيلعبوا التصفيات. وبنشوف في يوم 25 مارس من نفس السنة قبل شهرين من انطلاق البطولة المنتخب الإيطالي بيلاعب المنتخب اليوناني. مباراة الذهاب فاز فيها المنتخب الإيطالي بنتيجة 4-0 بمنتهى السهولة، ولكن بنكتشف إن المكسب ده مبني على حرام. إزاي بقى؟ في 3 لعيبة في السكواد ملهمش حق في إنهم يلبسوا تيشيرت المنتخب الإيطالي عشان تبعا للوائح الفترة دي مفروض على اللاعب اللي حابب يلعب في منتخب تاني غير منتخب بلده إنه يكون قعد إقامة لمدة 3 سنين على الأقل في وطنه الجديد. ده غير كمان إنه يكون عدى 3 سنين على الأقل على آخر مرة مثل فيها منتخبه القديم. والشروط دي طبعا تم التغاضي عنها مع لعيبه للمنتخب الايطالي، واولهم البرازيلي امبيكولو ماركس اللي وصل ايطاليا اصلا لاول مره سنه 1931، فصباح الفل يعني. وتم التغاضي عن الشروط دي طبعا مع لعيبه تانيين زي انريكي جواتيا واللي كان لسه بيلعب لصالح الارجنتين لحد سنه 33، يعني اول امبارح حرفيا قبل كاس العالم بسنه كان لسه بيلعب مع الارجنتين، وهو دلوقتي بيلعب مع ايطاليا، وده مخالف للشروط اللي قلنا عليها قبل كده برضه. واخيرا لويس مونتي اللي كان برضه بيلعب لصالح الارجنتين سنه 1931، وافتكر الاسم ده كويس بقولك من دلوقتي. ويا سبحان الله الفيفا سابت ده كله وفات قدام اللاعب الروماني لوليو بيركاتي اتحرم من تمثيل منتخب رومانيا في كاس العالم ده عشان الباشا سنه 1932 كان بيمثل منتخب المجر، فلازم تعدي 3 سنين عشان يمثل منتخب غير المجر. وده بينعكس على لوليو انه بيضطر يستنى المونديال 38 عشان يعرف يلعب مع رومانيا، والفساد مش بيسكت لهنا. بنروح لمباراة العودة اللي ما بين المنتخب الإيطالي والمنتخب اليوناني في إطار التصفيات اللي المفروض هتتلعب في أثينا، بس الغريب إن الماتش ده ما اتلعبش من الأساس. والله كل حاجة وليها سبب. الحجة اللي كانت طالعة أيامها إنه والله اليونانيين مش مستعدين يتعرضوا لإهانة جديدة على أرضهم، خصوصا بعد ماتش ال4-0 بتاع الذهاب، لكن ده كله هجص، لأنه بعد 60 سنة بنكتشف إن الاتحاد اليوناني للكورة وقتها قبل رشوة من الطلاينة متمثلة في إنهم هيشتروا لهم
بيت بدورين في أثينا. والله بتكلم بجد، انا بتكلم بجد والله، في مقابل ان هم يلغوا الماتش وبكده يضمن المنتخب الايطالي الصعود لكاس العالم. طب هو هل كان في فساد تحكيمي صريح في البطوله دي بعيدا عن اللوائح والقوانين؟ تعال نشوف. طيب اليوم 31 مايو السنه 1934 والمكان مدينه فلورنسا. بتتلعب مباراة ربع نهائي كأس العالم ما بين المنتخب الإيطالي والمنتخب الأسباني، وبعد 120 دقيقة لعب بتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف. هتقول لي طب مين كسب في البلينات؟ هقول لك مفيش حد كسب ولا في حد خرج. فأنت طبعا من دلوقتي حقك تتقنعر وتزعق وتقول لي إزاي، علي صوتك، اكتب لي تحت في الكومنتات إزاي دلوقتي. هقول لك بكل سهولة إنه في زمن موسوليني لو المباراة انتهت بالتعادل بعد الوقت الإضافي ما كانش في حاجة اسمها ضربات جزاء، كان ممكن يعيدوا الماتش من تاني بس ما كانش في ضربات جزاء بعد الوقت الإضافي. أكيد ما كانوش بيقولوا وقت إضافي وقتها، كانوا ممكن بيقولوا هنمد نصايه مثلا. يا لهوي على السوق. بس لازم تاخد بالك ان البنالتي كيك او ضربة الجزاء كانت موجودة كعقوبة على مخالفة داخل منطقة الجزاء اثناء الوقت الاصلي للمباراة، لكن بعد انتهاء الوقت الاصلي والوقت الاضافي ما كانش في سيناريو ان 5 لعيبه يقفوا على نقطة الجزاء ويحددوا مين هيروح نص النهائي ومين ما هيروح على بيته. ما كانش في اصلا مفهوم ضربات الجزاء بالشكل اللي احنا نعرفه ده. بس الحل كان ابسط واغرب في نفس الوقت، نجمع بعض ونلعب ماتش تاني يلا. وبالفعل بيلعبوا المنتخبين مباراة تانية بعدها بيوم واحد لتحديد المتأهل لنص نهائي على نفس المسرح، وبالفعل بيفوز المنتخب الإيطالي بنتيجة 1-0 عشان يوصل لنص النهائي قدام النمسا اللي بيفوز عليها برضه بنفس النتيجة، وهوبا إيطاليا في النهائي والدنيا ماشية زي السكينة في الحلاوة مع موسوليني. كله بونو. بعد هزيمه المنتخب الاسباني، الاسبان مشيوا وهم عندهم قناعه تامه ان هم كانوا الاحق بالنصر، واللعيبه والصحف والقيادات في اسبانيا وصفوا الماتش بانه كان سرقه علنيه. كان ردهم على سبب الخساره قدام ايطاليا هو تعرض حارس المنتخب الاسباني في الماتش الاول بكسر في 2 من ضلوعه بسبب تدخلات عنيفه من المهاجم انجيلو سكافيو، اللي على اثرها قدر المنتخب الايطالي يجيب هدف التعادل، وبسببها برضه الحارس هيغيب عن الماتش الثاني اللي المفروض هيتلعب بعده بيوم. وبنفس اسلوب اللعب العنيف اللي حصل من لعيبه ايطاليا تجاه لعيبه اسبانيا في الماتش الاول بيتكرر السيناريو هو في الماتش الثاني اللي هيتلعب بعده بيوم واحد. حكم الماتش بتاع ايطاليا واسبانيا الماتش الثاني، لعيبه اسبانيا كلهم بدون استثناء كانوا شايفينه متهاون جدا مع اللعيبه الايطاليين، بس احقاقا للحق الماتش الثاني كله على بعضه كان عنيف من الجانبين. يعني بنشوف المنتخب الايطالي عمل 4 تبديلات في المباراه بسبب الكدمات، وعندك نظيره الاسباني عمل 7 تبديلات بحالهم. انا مش فاهم الكره وقتها كان فيها كام تبديل والله. انتهى الماتش والاسبان كان عندهم غضب غير عادي تجاه الايطاليين وحكم الماتش، اللي بالمناسبه معلومه على جنب كده تبعا للمصادر، يعني تدخل النظام الفاشي في توجيه واختيار الحكام الذين اداروا مباريات ايطاليا في بطوله 1934 التي استضافتها ايطاليا، يعني كانوا بيجيبوهم ويعشوهم في الاغلب. بنروح لموسم 2011 2012 وده يمكن كان تاني اكتر موسم في تاريخ الكرة فيه تدخل سياسي بعد طبعا كاس عالم 34 لما موسوليني عزم حكم نص النهائي والنهائي في بيته على العشاء. طيب بنوصل لماتش النهائي بعد صعود الطلاينة على حساب النمسا بنتيجة 1-0. حلم موسوليني قرب يتحقق والراجل عمل كل حاجة حرام عشان يوصل للحظة دي، كان فاضل بس ان هو ياكل مال يتيم ويسمع زياد زازا ويعمل مولد. المهم ماتش النهائي كان ما بين المنتخب الايطالي والمنتخب التشيكوسلوفاكي، بيتلعب الماتش يوم 10 يونيو في روما، وبيخلص الشوط الاول بنتيجه سلبيه 0-0. واذ نفاجئ بين الشوطين بموسوليني بيقوم من الكرسي بتاعه وبيطلع يجري على اوضه اللبس بتاعه المنتخب الايطالي، وهناك مسك لاعب بعينه. مين يا ترى؟ اللاعب الايطالي اللي المفروض ما يلعبش لصالح ايطاليا لانه ما عداش 3 سنين من لعبه لصالح المنتخب الارجنتيني لويس مونتي اللي ذكرناه من شويه. وبيبدأ موسوليني رئيس إيطاليا الفاشي في إنه يوبخ اللاعب بسبب تدخلاته العنيفة على لعيبة تشيكوسلوفاكيا، وقال له حرفيا إن واحدة من تدخلاته تسببت في وقوع لاعب تشيكوسلوفاكيا أولدريتش نيدلي جوه منطقة الجزاء. واكد موسوليني بالحرف للاعب الايطالي الارجنتيني، ركز قوي في الحته اللي جايه دي، انه الحكم ما حسبش ضربه الجزاء دي عشان الحكم طيب ومتعاون عشان يوصل موسوليني لهدفه، وعشان كده حذر اللاعب انه ما يكررش تدخلاته العنيفه دي تاني عشان الحكم مهمته ما تتعقدش ويقدر يساعدهم في الفوز بالماتش. وبالفعل بنروح للشوط الثاني اللي بينتهي بفوز ايطاليا بنتيجه 2-1، وبكده ايطاليا كسبت كاس العالم لاول مره في تاريخها، وموسوليني خد اللحظه اللي كان مستنيها. ايطاليا بطلة العالم على ارض ايطاليا قدام العالم كله وفي عهد النظام الفاشي. واللحظه دي بالنسبه لموسوليني ما كانتش مجرد فرحه بكاس العالم، دي كانت نهايه القصه اللي حاول يكتبها من اول البطوله. ايطاليا منظمه، ايطاليا قويه، ايطاليا منتصره، والنظام اللي بيحكمها قادر انه يحقق لايطاليا المجد اللي وعد بيه. وهنا لازم نقف للحظه، لاننا لو بصينا على اللي حصل سنه
34 هنكتشف إن موسوليني فهم حاجة مهمة جدًا قبل ما العالم أصلًا يعرف المصطلح ده، إن القوة مش دايمًا محتاجة دبابة، ومش دايمًا محتاجة تهديد، ومش دايمًا محتاجة حرب. أحيانًا القوة ممكن تبقى 11 لاعب لابسين نفس القميص، وملعب مليان 50,000 متفرج، وكاس مرفوع قدام كاميرا، والعالم كله بيتفرج. وده هو جوهر القوة الناعمة، إنك تستخدم الجاذبية والصورة والثقافة والرياضة عشان تخلي الناس تشوفك بالطريقة اللي أنت عايزها بالظبط. موسوليني كان عايز يشوف إيطاليا كدولة قوية ومنظمة ومنتصرة، وقطر بعد حوالي 88 سنة استخدمت أداة مختلفة تماما لكنها لعبت على نفس المبدأ. انت مش محتاج تقول للعالم بصوا احنا مهمين، لا احنا هنعمل حاجة تثبت لكم ده بطريقة غير مباشرة. وده بيرجعنا لترامب سنة 2026، لأن من سنة 34 لحد 2026 العالم اتغير. الفاشية انتهت، والتكنولوجيا اتغيرت، والإعلام اتغير، والسوشيال ميديا خلت كل واحد فينا يقدر يتابع أي حاجة بتحصل في أي مكان في العالم في أي وقت. لكن حاجة واحدة ما بتتغيرش: السياسي لسه شايف إن كرة القدم أكبر من مجرد لعبة. وهنا بنوصل للجزء الأخطر في الحكاية كلها، إن القوة الناعمة سلاح ذو حدين، لأن هي بتديك فرصة إنك تتحكم في الصورة اللي بتقدمها عن نفسك، لكن بمجرد ما بتفتح الباب للعالم إنه يبص عليك أنت ما بقتش تقدر تتحكم هو هيشوف إيه بالظبط. نفس الكاميرا اللي بتصور انتصارك ممكن تصور فضيحتك، ونفس البطولة اللي جبتها عشان تحسن صورتك ممكن تفتح للعالم باب يشوف منه كل حاجة انت مش عايزها تظهر. زي ما بالظبط نظرتك الحالية لموسوليني وإيطاليا اتغيرت بسبب كأس عالم 34. أمريكا نفسها في 2026 حاولت تستخدم كأس العالم عشان تقدم نفسها كدولة قوية ومتقدمة ومركز للعالم، لكن في نفس اللحظة وقعت في غلطة كبيرة ونسيت إنه أي قرار سياسي، أي أزمة، أي تصرف أو أي مشكلة في البطولة، أو حتى قرار تحكيمي يثير الجدل ممكن يتحول هو كمان لجزء من الصورة اللي العالم هيكونها عنك. 90 دقيقة ممكن تخلص، لكن الصورة اللي بتتكون عن الدولة بتفضل ثابتة ومترسخة لسنين.